محمد بيه، احنا اسمح لي، احنا جالنا شكوى امبارح من منطقه ابو الفرج، حاره 5 حاره بيومي. قالوا ان في عقار تقريبا تصدع، وقالوا لحد ما الناس كلمونا ان ما حدش نزل من الحي عشان يعمل لهم معاينه، وهم قلقانين والناس قاعده في الشارع. في عند سيادتك معلومه بالشكوى دي؟ ولو موجود معلومه، ايه الاجراءات اللي حضرتك الحي يتخذها؟ هو بالأكيد طبعا في معلومة، ما دام موجودين في الحي يبقى لازم مطلعين على كل شيء في الحي. طبعا هذا العقار، وجالنا إشارة إن في تصدع في عقار في العنوان 5 حارة بيومي من سيدي فرج. على الفور تم انتقال المهندس النبطشي وتمت المعاينة. اتضح إن وجود 3 درجات سلم فيهم تقريبا خلل، لكن بقية السلم سليم. على الفور خدنا اجراءاتنا، طلبنا من المالك احضار كشف مشتملات عشان هيتعمل له مشروع قرار ترميم ان شاء الله. هم طبعا مستعجلين، عايزين يعملوا الكلام ده من نفسهم. الكلام ده مرفوض طبعا. احنا عايزين نبقى ماشيين في اطار شرعي، ان احنا هنطلع قرار الترميم ونطلع له رخصة الترميم ويبتدي ينفذ تحت اشراف مهندس استشاري برضه. عشان لكن انا بطمن الاخوه المواطنين، العقار ما فيهوش اي حاجه. هو موضوع ال3 درجات دول ومش مسببين اي خلل في العقار عامة. وانا نبهت بسرعة اتخاذ الاجراءات، وان شاء الله في خلال يومين هيكون طلع قرار بالترميم ويبتدوا ان شاء الله ينفذوا باذن الله. طب اسمح لي يا فندم، يعني حضرتك دلوقتي صاحب العقار او سكان العقار اللي هم دلوقتي بيشوفوا البرنامج او هم عندهم مشكله، حضرتك يطمنهم ان يقيموا ان هم كانوا سايبين البيت وقاعدين بره، حضرتك بتطمنهم يقعدوا في العقار سليم ما فيهوش فيه مشكله؟ لا، هو العقار ما فيهوش مشاكل غير ال3 درجات سلم دول، وغير مؤثرين على العقار بالمره. لكن هم طبعا خايفين ومستعجلين الاجراءات. يعني الاجراءات عندنا في شق خاص بالحي وفي شق خاص بلجنه منشآت قايله، دي خاصه بمكتب السيد نائب المحافظ، ودي فيها دكتور من كليه الهندسه. احنا برضو بنقول احتياطيا لازم نعرض عليها، ولازم الدكتور يدي تقرير في هذا الكلام، وهو قراره هو النهائي. اذا كان هيستدعي الكلام ده ان احنا نخلي العقار هنخلي، اذا كان ما يستدعيش طبعا الناس هترجع مكانها تاني ونبتدي ناخد اجراءات الترميم ان شاء الله. سادة دلوقتي عايزين برضو رسالة طمأنينة من رئيس حي رود الفرج لاصحاب العقار المنهار او سكان العقار المنهار. حضرتك بس يعني عايزين نقول ان الحي معاكم، الحي مش سايبكم، والحي عارف كل خطواتكم. بطمنهم وبقول لهم النهارده تحديدا انا هبعت لجنه تانية تطمنكم، واذا كان في امكانيه ونطمن 100% على ارواح اخواتنا المواطنين هنرجعهم فورا دلوقتي لمكانهم، ونبتدي نتعامل مع الخلل اللي موجود بعد صدور قرار الترميم.